السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا 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 جدا. انا عارفة ان انا بقالي فترة كده متأخرة عليكم، بس قلت بقى ايه كده من بعد العيد ودوشة العيد واللحمة والحاجات دي كلها والواحد انتخ، الواحد بقى ايه يريح كده شوية. قلت كده بقى ايه اريح الكلام ده كله. بعد كده بقى ايه اطلع مصيف، وانا وعدتكم ان انا اول ما اروح اسكندريه فيديوهات وتكونوا معايا اول باول. بس انا عملت ايه الفيديوهات كده وجمعتها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، من كل خروجه حبه يعني. وقلت بقى ايه هقعد كده مع نفسي ومنتجها واظبطها واعمل لكم بقى ايه الفيديو بتاعكم الجميل اللي انتوا منتظرينه. فما تنسوش بقى تدخلوا الفيديو دلوقتي، تعملوا لي لايك وتدوسوا اشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش انكم تفعلوا زر الجرس. المهم بقى ايه يا جماعه، انا صحيت كده ايه الصبح وفطرنا وبتاع. طبعا احنا في اسكندريه او في المصيف بيكون بقى ايه بنصحى بدري او متاخر، يعني خلاص بقى براحتنا وبننام متاخر. ده احنا بننام كمان الصبح او بعد الفجر. بنفضل بقى نتكلم ونحكي ونهزر ونرقص وبتاع، ونقعد بقى ايه في البلكونات والكلام ده كله. وجيت بقى ايه على اخر النهار كده ايه العيال كانوا عايزين خالته كده عايزين ينزلوا الميه. وانا بصراحه ايه انا بعشق بحر اسكندريه. بحر اسكندريه يعني ده ما يتقارنش باي بحر تاني. الريحه اصلا بتاعته والريحه بتاعت اليود تحفه الصراحه، وتشفي من اي حاجه. فانا بحبها جدا جدا. فقعدت كده ايه بقى ايه على اخر النهار وقت الغروب اهو زي ما انتم شايفين. بس ما حبيتش ان انا اقعد لوحدي، قلت لا هاخدكم معايا وتشوفوا المصيف والمصيفين. بصوا بقى اصلا الدنيا كانت زحمه، ده انا كنت قاعده في حته كانت رايقه يعني. المهم قعدنا كده ايه لحد بالليل كده على الكراسي والترابيزات والكلام ده كله جوه البحر. ده كان شاطئ اللي هو قبل المنتزه بشويه، كان سعره حلو برضو. كانت التذكرة 15 جنيه الترابيزة والشمسية والكرسي ده للفرد، بس كان حلو. في على فكرة الشاطئ جنبيه تقريبا اسمه ابو هيف، ده مجاني. وفي شواطئ برضو ب10 وفي شواطئ ب5، يعني ايه في شاطئ ميامي والكلام ده كله على حسب. يعني انا بعرف الناس ايه اللي هم بيحبوا ان هم يروحوا المصايف. المصيف في اسكندريه جميل. واحلى حاجه في الوقت اللي انا رحت فيه ده ما كانش برضو ايه هو كان زحمه، بس ما كانش الزحمه اللي هي كان لسه برضو بتوع الثانويه عامه ما خلصوش والكلام ده كله، فما كانش ايه برضو الزحمه اللي هي. فالمهم ايه اتمشينا شويه والكلام ده كله. بعد كده بقى ايه روحنا غيرنا وخدنا شاور والكلام ده. وبعد كده بقى ايه نزلنا تاني نزلنا تاني كده ايه شويه اتمشينا في المنشيه وفي محطه الرمل وفي الحتت دي كلها، وخدنا خط البحر كله. كانت متعه متعه متعه. انا كانت اصلا متعتي في خط البحر، يعني انا بحب اسكندريه، انا اصلا من اسكندريه انا بحبها جدا. بعد كده بقى ايه رحنا عشان نزوروا المرسى والعباس. وزياره المرسى والعباس دي لوحدها اصلا متعه. انا بحب المرسى والعباس. لمينا بقى ايه كده بعضينا كلنا، وبعد كده رحنا المرسى والعباس كده زي ما انتم شايفين. اوريكم بقى ايه كده يا جماعه شوفوا المرسى والعباس من جوه تحفه تحفه تحفه. انا صورته لكم كله لان انا وعدتكم ان انا اخدكم بقى اعمل لكم كده فلوج. يا رب بس يعجبكم وتشوفوا معايا بقى ايه كل حاجه في الفلوج بكل الاماكن ايه اللي انا رحتها والكلام ده كله.
طبعا لسه هروح اماكن تانية واصور لكم برضو ايه فيديوهات تانية باذن الله. قلت برضو ايه اوريكم كل حاجة كده ايه وانتوا معايا. بصوا بقى الجامع من جوه يا جماعة في المرسى بالعباس. احنا اصلا ده عشقنا، ده عشقنا، بنحب جدا كل الاسكندرانية والناس اللي بتيجي مفلحين من القاهرة والكلام ده كله بيجيلوا. ده عامل زي سيدي بيبقى عليه زحمة كتير اوي كمان من المصيفين والكلام ده. الناس بقى بتيجي تزور بتيجي تدعي. يلا يا مقربرة من الكل. بص بقى الزحمة اصلا نضيف جدا، نضيف جدا، تحفة. بحبه فيه راحة نفسية رهيبة الصراحة. يعني ايه بجد ما تفوتوش الفرصة دي. اللي حابب ان هو يروح اسكندرية روحوا زوروا يا جماعة المرسى بالعباس، قريب جدا جدا جدا. تعالي انا بتقول لك عشان الناس اللي بتصور بعد المنشية والكلام ده كله، بعد المنشية هتلاقوا المرسى بالعباس. تدخلوا عربية ويقولوا عايزين ننزل المرسى بالعباس. وبعدها بقى ايه بحري. بعد ما تطلعوا من المرسى بالعباس ممكن تقعدوا شوية على البحر بقى، تلاقوا الشقدورة وطحينة الشام اللي هي الحلبسة يعني، وبتاع الجيلاتي وكل حاجة بقى انتوا عايزين تجيبوها هتلاقوها ايه ده. ومراجيح. أول ما تطلعوا كده من المرسى بالعباس هتلاقوا بقى بتاع المراجيح كتير. بصوا بقى انا جوه يا جماعة. طبعا انا كنت جايبة طرحة معايا، انتوا عارفين انا مش بحبها بس كنت جايبة طرحة معايا عشان حرام اللي انا ادخل الجامع وانا بشعري. بص شكل الطرحة عامل ازاي بشكل جميل. على فكرة الست اللي ورايا دي كانت حرامية اللي هي منقبة، لا مش اللي جنبها، اللي جنبها دي مامتي، لا اللي منقبة كانت حرامية. جت عشان تسرق واحدة الكلام ده كله. خدوا بالكم برضو مش من مرسى بالعباس بس، في اي مكان بيكونوا معلقين ورقة كده احترسوا من السرقة. فبرضو كل واحد ايه ياخد باله من شنطته من تليفونه من الشوز بتاعه من اي حاجة يعني، لان اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله ربنا يرحمنا. الحرامية بيبقوا كتير جدا. بصوا بقى ايه وانا بلفلكم كده من ناحية المقام بتاع سيدي المرسى بالعباس. طبعا المقام ده الناس بتيجي وبيحطوا ايه يعني بيحطوا اي حاجة من اللي بيقدروا عليهم ربنا، بتسيبوا اي مبلغ ان شاء الله لو جنيه بيظبطوا. هما بقى بياخدوا الفلوس دي بيظبطوا المقام وبيركبوا مثلا تكييفات، بيركبوا حاجات لمبة الكلام ده كله للمقام. بصوا بقى هناك بقى المرسى بالعباس اللي هو الاخضر ده، ده المرسى بالعباس كبير جدا 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 يعني. وحمامات كبيرة. فاحنا طلعنا كده ايه من عند المرسى بالعباس. بصوا بقى ايه الباص الصعيدي والكشري والمحلات والترابيزات والقعدة بقى ايه تحفة. كان اصلا الجو عايزة اقول لكم انا جاية اصلا من القاهرة. القاهرة جوها حر 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 موت لا تطاق. جو في اسكندرية والله العظيم احنا قاعدين هنا انا كنت بردانة، كنت هموت من البرد. طبعا انتوا براحتكم يعني كل واحد يظروفه. انتوا اقعدوا على كرسي بترابيزة وكرسي ب10 جنيه براحتكم. عايزين تقعدوا على الرصيف كده برضه ايه براحتكم. ودي الكاركتة دي وتحطوا كده ايه خد بحري وراس الفيل والكلام ده كله ايه بتمشي. بصوا بقى ايس كريم الصعيدي ده جميل اوي. انا بحب الصعيدي وبحب عزة. فكنا كده ايه من عند الصعيدي جبنا ايه كتير كده لينا، بس كان تحفة 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 والله بجد، وسعره مش غالي يعني. كان عليه زحمة اصلا كبيرة، معروف جدا الصعيدي ده. وبعد كده بقى ايه طبعا احنا كنا جايبين اكل معانا، هوريه لكم في الفيديو اللي بعديه باذن الله كده وانا بعمل مراحل الاكل. عملنا عيش في لحمه والكلام ده كله. وبعد كده ايه بعد ما اكلنا الجيلاتي وريحنا وقعدنا شويه والكلام ده كله، فقعدنا بقى ايه رحنا ركبنا العيال مراجيح واحنا كمان ركبنا مراجيح. وانا قلت لكم انا بحب المراجيح بتاعه المرسى بالعباس. والعيال بقى ايه قعدت كده بالحسين والكلام ده كله، دول عيال خالتي بالبيتش باجي ده، وبعد كده بالحسينة، وقعدوا بقى ايه يلعبوا وتنططوا. بصراحة كان يوم تحفة. انا افتكر واحنا صغيرين برضو كانوا يلبسونا اللي هو اللبس
الصعيدي والبدوي والاسكندراني. ده انا عندي صور كتير قوي بوريها لكم بتاعه اللبس الاسكندراني الكلام ده كله. لما كنا نروح المرسى والعباس في اللي هو الراجل ده اللي معلق الحاجات البدويه والحاجات دي كلها، ده معروف جدا هناك. فبيصورك بقى وبيصورك اللي هو باللبس الاسكندراني وبيعمل يعني في الصور بتاعتي كان بيعمل لي بقى اللي هي الحسنة والكحل ومش عارفة ايه الكلام ده كله. فكانت ذكريات جميلة الصراحة، يعني ذكريات لا تنسى. والحمد لله يعني اللي انا لسه محتفظة بالصور دي، بتبقى ايه فرحة كبيرة وفرحة جميلة وتحفة يعني. فانا بحب اسكندريه، بحبها. انتوا تعرفوا كده ايه طول ما انا غايبه عنكم شويه هما حاجتين: اما تعبانه لا اما انا في اسكندريه. وانا في اسكندريه انا وعدتكم ان انا ايه هعمل لكم فيديوهات، وان شاء الله كده ايه في الفتره الجايه برضه اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. انا نزلت لكم الفيديو ده عشان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وكمان الناس اللي مش منتسبين عندي في القناه انا فعلت ميزه الانتساب وبنزل فيها فيديوهات اول باول، ولسه منزله فيديو فيها اول امبارح. فاكتبوا لي بقى ايه في الكومنتات انتوا عايزين فيديوهات عن ايه الفتره الجايه، وانا باذن الله اعملها لكم. وبشكركم